نرتقي لمستوى الطموح أن تكون هذه المباراة قمة روعة. إذن قراءة سورة الفاتحة على عضو من أعضاء اتحاد كرة القدم السابقين رحمه الله حميد سن. حميد موسى تغمده الله، حميد موسى تغمده الله وأسكنه فسيح جنة. للتذكير قبل هذه المباراة الكهرباء فاز على الميناء 2-1، الكرخ عادل الحدود بهدف، وفريق نادي زاخو على يسار الشاشة بزي الأبيض والنجف بزي التقليدي الأزرق، على يمين الشاشة بزي الأزرق المعتاد. ركلة البداية لزاخو، ما زلنا ننتظر انطلاق صافرة حكم اللقاء الدولي زيد ثامر. علي كاظم حارس المرمى، 16 مباراة عانقت شباكه 14 كرة. إذا زاخو على اليمين بالزي الأبيض ونجف بالزي الأزرق على الشمال. تنطلق أحداث شوط المباراة الأول، كرة ملعوبة تشتت من مارسيلينو، طويلة الكرة اللعب بالرأس، مقطوع على خارج الملعب إلى أول ركنية في المباراة لمصلحة نادي زاخو، أول ركنية في المباراة لمصلحة نادي زاخو. هذا هو محمد جاسم عبود قائد فريق غزلان البادية، وعلى التنفيذ أمجد عطوان ب9 أهداف هذا الموسم. ركنية ملعوبة بالراس، خطرة هذه، الله، ضاعت على أحمد إبراهيم، ضاعت على أحمد إبراهيم. كرة ملعوبة، هناك لمسة يد ويبدو احتكاك وعرقلة وصافرة، وركلة حرة لمصلحة نادي النجف. عرقلة وصافرة وبالسلامة لعلي فائز. علي فائز لاعب منتخبنا الوطني ولاعب نادي النجف، لعب للطلبة، لعب للقادسية الكويتي، للشرطة، للخريطيات، لرضا سبور، لأربيل، للكرخ، وبدأ مع الصناعة موسم 2010-2011. هذا هو طلال حسن البلوشي، 64 دولية وهدف واحد في شباك أوزبكستان بتصفيات كأس العالم عام 2010. قطر من مواليد الكويت، لعب للشد للشباب للعربي للمرخية. ركلة حرة الآن لمصلحة نادي النجف. نلعب بالدقيقة الثانية من عمر المباراة. كرة اللعب، محاولة تبعد من مارسيلينو ورمضان صديق إلى علي كاظم. علي كاظم حارس المرمى، واحد من الحراس المميزين. الموسم الماضي كان مبدع، لكن هذا الموسم اخترقت شباكه في 16 مباراة 14 كرة. أمجد عطوان يحاول بالمنتصف إلى محمد صالح، محمد صالح يلعبها إلى محمد قاسم، بينية إلى مندي، مندي يلعبها إلى بشير، أقرب إلى اللاعب مارسيلينو، تعود الكرة وسط الملعب، تذهب الكرة من جديد. محاولة الآن إلى كوستافو هنريكي، كوستافو يمر، كوستافو أو هذا هو ديبوتي يلعبها خطيرة ومحاولة، برافو، ترتد من الدفاع. عادت الكرة، بداية حامية سريعة جدا من الفريقين، ومثل ما ذكرت مباراة لا تقبل القسمة على 2، مباراة بشكل نقاط لأي من الفريقين. غني شهد، عبد الغني شهد المحطة الرابعة إلى مع النجف، 99 3-8 و10 13 و24. درب النجف نفط الوسط، الشرطة، الطلبة، الشباب الأولمبي الوطني. حكم ينبه أمجد، محمد قاسم قريب. سبعة أهداف محمد قاسم. كرة من أحمد إبراهيم طويلة ملعوبة، الكرة كوستافو، تعود الكرة مرة أخرى لموسيس، موسيس يمررها للجانب، تعود الكرة عند اللاعب أبو حشيش. أمجد عطوان، موسيس يغير لعب للجهة البعيدة إلى رمضان صديق، رمضان يسيطر على الكرة، يحاول يمر الآن رمضان إلى ناصر محمد، وحلوة إلى رمضان، وبرافو المدافعة بعدها
تعود الكرة مرة أخرى لأحمد مكنزي. أحمد يلعب كرة سريعة تعود إلى بشير، ترتد من بشير وناصر أمجد، وكرة مرت إلى خارج الملعب رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. أحمد مكنزي 3 أهداف. ركلة جزاء مهدورة أمام زغراء. رمضان صديق، موسيس، أحمد إبراهيم عالية، كوستافو، عادت الكرة وتسديدة من بعيد برا الملعب إلى ركلة، برا الملعب إلى ركلة. هذا هو ناصر محمدو، 15 مباراة غاب عن الشرطة، هدفين الموسم الماضي في شباك نوروز وكربلاء، 3 أهداف هذا الموسم. بالسلامة للقائد محمد جاسم عبود. هذا هو. سريعة 6 دقائق من نار. ست دقائق من نار. ركلة مرمى. مرة أخرى الكرة ملعوبة. محمد جاسم مكنزي مرت إلى الخارج، رمية جانبية لزاخو. رمضان صديق أقرب للكرة، تلعب إلى أمجد عطوان. أمجد وسط الملعب إلى محمود، إلى موسيس يحاول يتعدى لاعب، الكرة ملعوبة. مرة أخرى بالمنتصف، محاولة من جديد، خطأ ضد موسيس، ركلة حرة لصالح نادي النجف. ركلة حرة لصالح نادي النجف، خطأ ضد موسيس، ملعوبة الكرة، تعود مرة أخرى إلى علي فايز. علي حاول يمر، يهيئ الكرة، تعود إلى محمد صالح يلعب إلى أحمد مكنزي من الجهة البعيدة، ممكن يمر، يلعبها بينية، تبعد من أحمد إبراهيم، طالت أقرب إلى محمد جاسم. بدأ يرجع مرتضى، يندفع علي فائز، محمد صالح، تكتيك المدرب، تغييرات واضحة في ملعب المباراة. محمد قاسم، يلعب الكرة، بشير يحاول، مندي، وإلى ركنية مقطوعة. برافو مقطوعة من أحمد إبراهيم إلى ركنية. هذا هو أحمد إبراهيم، لاعب نقاط عن مباراة نوروز 1350 دقيقة في مباراة لعب بالتمام. ركنية الآن. مباراة سريعة، ما مطيتنا فرصة أن نتحدث عن نتائج وأرقام الفريقين. ركنية الآن، أحمد على التنفيذ، ركنية لمصلحة نادي النجف. تلعب الكرة خطيرة بالرأس، تبعد من كوستافو، عادت الكرة لمحمد صالح، تذهب إلى مندي.
مندي عاليه سهله عند حارس المرمى علي كاظم. علي كاظم لا جدد مع زاخو، لعب لنفط الوسط للصناعات للسماوه. من نتائج هذه الجوله امس النفط خسر من اربيل بهدفين، الزوراء تغلب على نفط ميسان بهدف اول امس نوروز عادل القاسم بهدف، كربلاء خسر من الطلبه بهدفين، نفط البصره تغلب على ديالا بهدف، دهوك تغلب على القرمه 3-1، واليوم الكرخ عادل الحدود بهدف، والكهرباء فاز بهدفين مقابل هدف واحد. طبعا فريق زاخو لعب 16 مباراة، فاز في 8، تعادل في 5، خسر في 3 امام الجويه والنفط والكهرباء الى 26 عليه 14. والنجف خاص 16 مباراة، فاز في 6، تعادل في 6، خسر في 4 الى 20 وعليه 12. كرة اللعب محمد سريع على ديبيوتي، اقرب الى حارس المرمى رضا عبد العزيز. رضا قادم وجدد مع فريق نادي النجف، هذا هو اللاعب إتشيتا أوغونا ديبيوتي اللاعب النيجيري القادم من ريفرز يونايتد. كرة مرت ماغنين فابريس، تعود الكرة مرتضى علي مرس، تعود مرة أخرى أحمد مكنزي، طالت عليه ترتد الكرة، محاولة ناصر محمدو، مارسيلينو، ناصر، عادت الكرة مكنزي قصيرة مقطوعة من جديد، برافو محمد صالح يستحوذ على الكرة، محمد صالح يلعب كرة طويلة إلى بشير ما أعتقد يلحق لها، طالت هربت برا الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو، رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. رمضان صديق على التنفيذ، 10 دقائق سريعة من الفريقين، تعادل سلبي قائم، قمة تجمع زاخو بالنجف. مرت الكرة محاولة طالت إلى محمود الأسود، ومرة أخرى إلى خارج ملعب رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. رمضان صديق على التنفيذ، هنريكي، رمضان قصيرة مقطوعة، بشير، مندي ماكنزي، ومقطوعة من أمام الكرة، عادت من جديد، محاولة ترتد إلى محمد جاسم، طالت عليه الكرة، ديبيوتي سريعة، طالت على ناصر محمدو إلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة نادي النجف. محمد جاسم بعد الفوز على نفط البصرة 3-2 عاد وتعادل مع نفط ميسان بهدف، حصد 4 نقاط بسفرته في مباراتين إلى جنوب العراق، والنجف استطاع أن يهزم الميناء 3-2 ثم حقق فوز كبير على الصقور القوة الجوية برباعية نظيفة، منتشي بفوز كبير، اندفاع لاعبي واضح، العزيمة واضحة على الخروج بنتيجة إيجابية في هذه المباراة. بالمقابل زاخو السعي إلى أن يحرز نقاط هذه المباراة ليكون في مركز أفضل بين فرق المقدم. كرة عادت، هجمة، تسديدة برا الملعب إلى ركلة مرمى. الحكم يشير، ارتطمت إلى ركني. طبعا زاخو 29 اليوم إذا فاز، الآن الزوراء 35، الطلبة 33، الشرطة 31، يتوك 31. زاخو إذا فاز سيقفز للمركز الثالث مؤقتا بدلا من الشرطة، والنجف إذا ما حقق فوز سيقفز إلى المركز الثامن بدلا من القاسم. ركنية الآن أمجد، قصيرة وتسديدة من مارسيلينو برا الملعب إلى ركلة مرمى، تسديدة من مارسيلينو اللي أخطأ في مرماه في مباراة نفط البصرة. ركلة مرمى لمصلحة نادي النجف. جمهور عشاق أبناء الخابور دائما يتواجدون على الموعد وهم يؤازرون فريقهم، الفريق اللي لعب على أرضه 7 مباريات، فاز في 4، تعادل في 2، وخسر مباراة واحدة فقط أمام الكهرباء.
لم يخسر هنا إلا أمام الكهرباء. كرة اللعب محمد سريعة وإلى الخارج إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي زاخو. توجيهات مستمرة من عبد الغني شهد. علي كاظم على التنفيذ. علي كرة طويلة بالرأس من هنريكي. أمجد ترتد من مرتضى علي مرص. ماكنزي حلوة سريعة على بشير. بشير يحاول يبحث عن اسناد إلى مندي إلى بشير، لكن مقطوعة من أمجد. تعود مرة أخرى الكرة إلى الجانب عند اللاعب ناصر، ملعوبة لمحمد الأسود، ترتد من أمامه محمود الأسود، وتعود الكرة إلى مرتضى. تذهب من جديد محمد جاسم، وماكنزي يتعرض إلى عرقلة وصافرة وركلة حرة لمصلحة نادي النجف. علي فاز اللي يتعرض إلى عرقلة. هذا أمجد عطوان غاب فقط عن مباراة واحدة هي الميلان، 15 مباراة ولعب 1226 دقيقة مع الفريق، وسجل 9 أهداف. سجل في شباب فيروز، في كربلاء، الزوراء، الميناء، في نقوط، نفط البصرة ونفط نيشان. ثاني أكثر فريق يحظى بركلات الجزاء، 6 ركلات جزاء، بعد القوة الجوية 9، سجل 7 وأخطأ 2. عادت كرة ملعوبة، تعود من جديد مرتضى علي إلى حارس المرمى رضا يلعب الكرة إلى أغبوتشو يلعبها إلى أحمد نعيم، أحمد إلى أغبوتشو مرة أخرى، ماغنيم أغبوتشو يلعب كرة طويلة، محاولة دفع واضح والحكم يقول العب، وترتد الكرة سريعة. علي كاظم يشتتها خارج منطقة الجزاء بقدمه عالية في منتصف الملعب، بالرأس ملعوبة الكرة من مرتضى، تعود محاولة مرة أخرى لها، وماكنزي هيها إلى مندي إلى محمد قاسم يسدد من بعيد. حلوة الكرة، وأحلى من علي كاظم إلى ركنية، تهديد مباشر وكرة جميلة من محمد قاسم تمكن منها علي كاظم، ابعتها الى ركنيه اخرى لمصلحه النجف من الجهه القريبه. 16 دقيقه من عمر المباراه، مباراه حلوه سريعه مميزه بين الفريقين. شوف مره اخرى بالاعاده محمد قاسم يساريه، وببراعه انقذها علي كاظم الى ركنيه الان لمصلحه نادي النجف. احمد قصيره وخلفيه من اللاعب بشير إلى ركلة مرمى. هذا هو بشير قوراني اللاعب التونسي. هناك لاعب مغربي على دكة الاحتياط سفيان المودن، وهناك نسيم سيود بن خالد لاعب تونسي آخر يعاني من إصابة قادم لتشكيلة النجف. أيضا إذا أتحدث عن المغادرين، غادر أيوب نناح، إبراهيم هسار، أحمد زامل، الوافدين أحمد ياسين، هادي صالح، لاس كنعان، وجيلوان أحمد وديبيوتي. بينما غادر محمد جواد، زيدان عبد الجبار، أحمد عبد الحسين، دينيس أنتوي وحسن داخل غادروا فريق النجف. كرة ملعوبة من جديد، ترتد إلى إغبوتشو، تذهب الكرة إلى ماكنزي إلى محمد جاسم، ماكنزي مرة أخرى، وعرقلة وصافرة وركلة حرة لمصلحة نادي النجف. خطأ لمصلحة نادي النجف، خطأ ضد اللاعب إتشيتا ديبيوتي، وخطأ وركلة حرة لمصلحة النجف. عرقلة واضحة لأحمد ماكنزي، طويل الكرة، بشير ماكنزي، محمد قاسم، بينية لبشير، كرة خطيرة وضاغط عليها رمضان صديق، وركلة مرمى لمصلحة زاخو.
بشير وقريب منه رمضان صديق، والكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي زاخو. علي كاظم على التنفيذ، يتصدر قائمة الهدافين مهند علي 11 هدفا، أمجد عطوان 9، كوستافو هنريكي من زاخو 9، ثم علاء عباس 8، شيركو كريم 7، يوسف بن سودة 8 أيضا. كرة هجمة الآن ناصر محمدو، ناصر وكرة مقطوعة تعود من جديد، محاولة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. بالسلامة لناصر محمدو، ناصر يشكو من إصابة. اليمني لعب للمحرق، لعب لنفط الوسط، للشرطة، 15 مباراة غاب عن الشرطة، ودخل في مباراتين بديل. أو خرج في مباراتين بديل. عبد الغني تشيكينج بنالتي، هل هناك حالة ركلة جزاء؟ لا أعتقد هناك، رمية جانبية، والحكم ما زال يتحدث مع غرفة الفار، حكمنا الدولي السابق سالم عامر، والحكم يقول نلعب رمية جانبية لمصلحة زاخو. محمد أبو حشيش، ناصر، محمد، موسيس، عالية بالرأس مقطوعة، علي فائز يشتت كرة، وكرة من جديد. شوف دافع علي فائز كلاعب ارتكاز، يستفيد منه، لاعب يصوب من مسافات بعيدة، لاعب أيضا يستطيع أن يعود إلى الخلف ويشكل كثافة عددية دفاعية، لكن احنا متعودين انه دائما مرتضى علي مرس هو اللي يرجع الى الخلف وينفتح الظهيرين المدافعين العمق الدفاع على الاطراف. عادت الكرة مرة أخرى لمحمد قاسم، محمد قاسم يحاول، عالية إلى الجهة البعيدة، قصيرة ترتد من رمضان، مندي بالمنتصف، مندي تعود إلى محمد صالح، مندي مرة أخرى، ند بند. مباراة واضحة، المباراة مفتوحة، كلا الفريقين يريد أن يسجل ويسبق الآخر بالتسجيل. عادت الكرة محمد جاسم، تذهب إلى مرتضى علي، تعود مرة أخرى إلى محمد صالح، تذهب إلى أقبوتشو يتعدى لاعب، تلعب الكرة أحمد نعيم، مقطوعة إلى خارج الملعب من محمد أبو حشيش، رمية جانبية لمصلحة النجف. الآن رمية جانبية لمصلحة النجف، 22 دقيقة من عمر المواجهة، تعادل إيجاء سلبي يلقي بظلالة على أحداث هذه المواجهة الكبيرة التي تجمع زاخو بضيف النجف. تلعب الكرة مرة أخرى بالرأس مقطوعة، محمد أبو حشيش يحاول يمر، ضاغط عليه أحمد نعيم، تعود إلى رمضان صديق، ضاغط عليه مندي، رمضان وقريب منه مندي، رمضان يبحث عن إسناد، يلعب الكرة لأحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم يشتت كرة طويلة، محمد جاسم يردها بالرأس، تعود إلى مكنزي، إلى محمد صالح، طالت على محمد صالح، ديبيوتي يلعبها إلى الجهة البعيدة لأمجد عطوان، أمجد عطوان يلف ويدور، يعيد الكرة إلى الخلف إلى رمضان صديق إلى أمجد إلى أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم يسيطر على الكرة الآن، يحاول يهدي إلى حارس المرمى علي كاظم، علي بالقدم يشتت كرة طويلة بالرأس مقطوعة من أقبوتشو، تعود مرة أخرى أحمد نعيم، طويل إلى بشير، ولكن أقرب إلى حارس المرمى علي كاظم. منتصف شوط الأول بالتمام، تعادل سلبي قائم بين النجف وزاخو. مارسيلينو شتت كرة، محاولة بالمنتصف، محمد أبو حشي، خرجت إلى رمية جانبية لمصلحة النجف. هذا هو الأردني، لعب لنفط الوسط، لعب للعهد، للزوراء، للوحدات، للصلب، من أم عراقية وأب أردني. علي، أقبوتشو، محمد قاسم، أحمد إبراهيم يستحوذ على الكرة، يلعبها كرة طويلة، رضا عبد العزيز أقرب للكرة، يتمكن منها بإيده يلعبها، مرتضى علي، محمد جاسم، ومكنزي إلى مندي، تنقطع، مندي، محاولة، محمود،
مرتضى، محمد صالح، مكنزي من الجهه البعيده، احمد مكنزي يحاول، ديبيوتي ضاغط عليه، يتعدى امجد وكره الى خارج الملعب لرميه جانبيه لمصلحه زاخو. رميه جانبيه لمصلحه زاخو. لم يتبقى من المرحله الاولى الا دورين سيواجه من خلالهما النجف الكرخ ثم الكهرباء. وزاخو كره طويله الان ملعوبه سيواجه الحدود ثم القاسم. كره ابعدها احمد نعيم الى خارج الملعب لرميه جانبيه لمصلحه نادي زاخو. موسيس، مارسيلينو، امجد عطوان سدد من بعيد ورضا عزيز اقرب للكره يتمكن. حلوه، محاوله حلوه من مسافه بعيده من منتصف الملعب من امجد عطوان يتمكن منها الحارس رضا عبد العزيز. توجيهات مستمره من طلال البلوشي وكره مباغته من مسافه بعيده تمكن منها رضا عبد العزيز. هذه من زاويه اخرى لامجد عطوان، مفتاح اللعب في منتصف ملعب فريق زاخو. مارسيلينو، بشير، ارتدت موسيس، رمضان صديق، موسيس سريعه ترتد، محمد جاسم، مرتضى، علي، ماكنزي، مندي، وكرة أحمد إبراهيم قطعها، أمجد، علي فائز مقطوعة، محمود، و ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة محمود الأسود لاعب زاخو. جمهور توافد قبل المباراة بقليل، امتلأت في مدرجات ملعب زاخو أبناء الخابور العازمين على الذهاب للصدارة. وكرة مقطوعة من أكبوتشو، محمد صالح، محمد يمور، هناك عرقلة صافرة، ركلة حرة للنجف. خمسة وعشرين دقيقة ونلعب الدقيقة السادسة والعشرين من عمر المباراة. تعادل سلبي ما بين زاخو والنجف. ستعقب هذه المباراة دربي العاصمة بغداد بين القوى الجوية والشرطة. خطأ لمصلحة زاخو أو لمصلحة النجف. مرتضى علي مرص لعب للكهرباء، لعب للطلبة، أكبوتشو، مندي، مارسيلينو، ناصر، أمجد، مارسيلينو، مندي أقرب للكرة، غير لف ودار، باطئ، كان المفروض أسرع يلعب الكرة، عادت إلى موسيس يستحوذ على الكرة الآن، تذهب إلى محمد أبو حشيش، موسيس من جديد، محمد مرة أخرى، محمد إلى أحمد إبراهيم، أحمد يمررها إلى رمضان صديق، رمضان تغيير لعب إلى الجهة القريبة إلى محمد أبو حشيش، محمد يلعب كرة طويلة إلى ناصر محمد بين أكبوتشو، يتعدى أكبوتشو، كرة طالت مرة أخرى، محمود الأسود يمر، محمود، وكرة مقطوعة برافو مرتضى علي مرص أبعد الكرة، عادت إلى مارسيلينو يسيطر على الكرة الآن، مارسيلينو، أحمد إبراهيم، أحمد يحاولون يهدئون لعب، يمتصون زخم واندفاع لاعبي النجف. موسيس، أمجد، موسيس، محمد، موسيس، محمود يمر سريع على ناصر محمدو، ناصر يحاول، ودخول رائع من مرتضى علي، أبعد من خلال الكرة ويتعرض للإصابة. بالسلامة إن شاء الله لمرتضى، بالسلامة لمرتضى. مرتضى دائما يعود إلى الخلف ويكون بين قلبي الدفاع اللي هم ماغنيم فابريس، أكبوتشو، ومحمد جاسم عبود، ويندفع الظهيرين أحمد نعيم وأحمد مكنزي إلى الأمام. شوف دخول
يبدو ركلة مرمى لمصلحة النجف، وبالسلامة لمرتضى. ركنية احتسبها الحكم، ركنية احتسبها الحكم للنجف. أمجد على التنفيذ، أمجد بالرأس مقطوعة من محمد أو من أحمد نعيم. محمد أبو حشيش، ناصر، عالية الكرة بالرأس مقطوعة، محمود الأسود، موسيس، بشير، وخطأ وركلة حرة وبطاقة صفراء أولى في ملعب المباراة لموسيس. أول بطاقة صفراء لموسيس لاعب نادي زاخو عند الدقيقة 30 من عمر المباراة. وبالمناسبة زاخو يعني عنده 49 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء، وموسيس يتعرض لأول بطاقة في ملعب المباراة. رمضان صديق، موسيس غاب عن نفط ميسان بعد أن نال 5 بطاقات صفراء وهذه البطاقة السادسة إليه. يبقى شهاب رزاق فرحان أكثر لاعب نال بطاقات صفراء هذا الموسم، 8 بطاقات مع حالة طرد. أمجد، محمود ديبيوتي بالخطأ، مندي، مرتضى، محمد، عالية الكرة، بشير، مندي، محمد، أحمد نعيم، محمد قاسم. نصف ساعة بالتمام، تعادل يتواصل سلبا ما بين الفريقين. محمد صالح، أحمد نعيم، محمد صالح، مندي، محمد، أكبوتشو، مرتضى، مندي، محمد قاسم. حلوة المن ولكن أقرب إلى محمد أبو حشيش، أبعدها. وسط الملعب محمود الأسود، ناصر محمدو، ناصر يمور، هجمة عكسية سريعة، تأخر ناصر وطويلة، محاولة ديبيوتي، ضاغط عليه محمد جاسم، وأكبوتشو أقرب للكرة. أكبوتشو أبعدها إلى خارج الملعب، كان يمني النفس أن يكون أقرب إلى أحمد نعيم يستلم الكرة. هذا هو اللاعب من التوغولي اللي جدد ماغنيم، فابريس أكبوتشو. أمجد مقطوعة الكرة، محمد، عرضية تلعب خطيرة ومرت إلى ديبيوتي يحاول، وأمجد يشتت كرة عالية ومرت برا الملعب إلى ركنية لمصلحة زاخو. تطمن اللاعب، رابع ركنية لفريق زاخو في ملعب المباراة. عثر بالأرض محمد جاسم، ركنية مرة أخرى لفريق زاخو. عالية ملعوبة الكرة، أبعتها أحمد ماكنزي، بشير إلى مندي، ورمضان صديق أبعد الكرة والحكم يشير للمواصلة. أمجد وبالرأس كوستافو، مرت بمحاذاة القائم برا الملعب إلى ركلة مرمى. كوستافو هنريكي البرازيلي لعب الكرة، مرت بمحاذاة القائم. 9 أهداف هذا الموسم. وعندنا لاعب اللي هو رمضان صديق على ما يبدو يشكو من إصابة. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله لرمضان صديق. وأول تهديد خطير على مرمى النجف برأسية من داخل منطقة ال6 ياردات، مرت بسلام وأمان على مرمى النجف بمحاذاة القائم إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي النجف. هذا رمضان صديق والدخول مع مندي، لم يكن هناك تعمد بإصابته، كان هو دخوله سريع وارتطم باللاعب. بالسلامة إن شاء الله لرمضان صديق. دائما ضربات الرأس موجعة، سلامة اللاعبين أولا. فريق نادي النجف خارج أرضه لعب 7 مباريات، فاز في مباراة واحدة فقط خارج أرضه على الحدود، وتعادل في 3 وخسر في 3. تعادل من كربلاء، وعادل أربيل، وعادل الزوراء، وخسر من نوروز
ومن الطلبة ومن القرن خارج أرضه، لم يفز إلا فوز وحيد خارج أرضه في 7 مباريات، بينما على أرضه لعب 9 مباريات، فاز في 5 خسر 1 وتعادل في 3. الخسارة الوحيدة على أرضه كانت أمام دهوك بهدف 1. جانب من الجمهور اللي تابع هذه المباراة، ما زلنا ننتظر أن ينهض رمضان صديق بالسلامة إن شاء الله. رابع موسم لهذا اللاعب مع زاخو، لقطات جميلة لمدينة زاخو ولملاعبنا الشمالية، زاخو، أربيل، دهوك، نوروز، سبقهم بالتواجد السليمانية، البيشمركة، بيرس، سيروان، موصل، كركوك، هذه كلها أندية محافظات شمالية. ركلة مرمى على التنفيذ، رضا عبد العزيز. رضا، بشير، مراقبة لصيقة من أحمد إبراهيم، عالية الكرة بالرأس مقطوعة، كوستابو، محمد جاسم، رضا عبد العزيز إلى محمد جاسم مرة أخرى، مرتضى علي، محمد صالح، أحمد نعيم، أحمد يمر، أحمد يمر يبحث عن زميل، يبحث عن ثغرة إلى محمد قاسم، صعبة على محمد، صعبة، لعبة عرضية بالرأس ولكن مرت إلى رمضان صديق، مرت إلى رمضان صديق. عادت الكرة، ناصر اللي انتقل للجهة البعيدة، تبادل مراكز واضح ما بين ناصر وبين محمود الأسود وبين اللاعب أيضا ديبيوتي. علي كاظم، هنريكي، مرتضى، محمد صالح، محمد جاسم، مرتضى، أكبوتشو، مرتضى، 10 دقائق أو أقل تفصلنا على الوقت الرسمي لشوط المباراة الأول. كرة عادت، أحمد نعيم، رمية جانبية ترتطم بمحمد أبو حشيش، رمية جانبية للنجف، علي، أكبوتشو، علي، محمد قاسم، محمد، صعبة تنقطع، محمود الأسود، محمود، قصيرة ترتد، محاولة مرة أخرى، أمجد عطوان، أمجد، عرقلة صافرة، ركلة حرة لمصلحة زاخو، ركلة حرة لمصلحة زاخو. أمجد، هذا هو الخطأ وركلة حرة لمصلحة زاخو. سريع الكرة، مؤسس بالرأس، علي فائز، محمد صالح، علما إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة زاخو. أمجد، محمد أبو حشيش، ديبيوتي، أمجد، كرة لأعلى التعيين تنقطع من مرتضى، بشير، علي فائز، علي، لا بشير، سريع الكرة، أقرب لها بشير وأحمد، وأحمد إبراهيم إلى ركنية لمصلحة النجف، أحمد إبراهيم إلى ركنية لمصلحة نادي النجف. بشير، غيراني، بعض لب غوراني، أحمد مكنزي، عالية الكرة بالرأس، خطيرة، مرت بعيدة إلى ركلة مرمى لمصلحة زاخو. علي فائز وطالت على بشير إلى ركلة مرمى لمصلحة زاخو. حلوة المباراة، لكن بدينا نشوف في اللحظات الأخيرة تراجع، بذلوا جهد، يعني
إرهاق واضح على اللاعبين. شوف هذه الكرة كان ممكن أن تكون على يمين الحارس برأسية علي فائز، لكن طالت على بشير إلى ركلة مرمى. فرصة هنا وفرصة هنا، جهد واضح لدى كل فريق للآخر، تضييق مساحات واضح، مباراة مفتوحة ما بين الفريقين، كلاهما يبحث عن أول أهدافه. خطأ من جديد لمصلحة زاخو، خطأ من جديد، ركلة حرة لمصلحة زاخو. الآن 7 دقائق أو 6 دقائق تفصلنا على النهاية بشوط المباراة الأول. مارسيلينو أمامنا بالصورة، أمجد عطوان على التنفيذ. أمجد عالية الكرة، طالت على علي فائز، ركلة مرمى لمصلحة نادي النجف، ركلة مرمى لمصلحة نادي النجف. لحد الآن 168 مباراة سجل خلالها 363 هدف، 120 مباراة بالحسم، 48 مباراة بالتعادل. ركلة مرمى لمصلحة النجف، 40 دقيقة من عمر هذه المباراة. رضا على التنفيذ، عالية الكرة، سريعة الكرة مرة أخرى. محمود الأسود، ديبيوتي، عرضية خطيرة، جول هو الهداف، هو البارع البرازيلي كوستافو هنريكي يسجل أول الأهداف بالدقيقة 41 من عمر المباراة، ويسجل هدف الشخص العاشر هذا الموسم. أول الأهداف عن طريق رأسية كوستافو هنريكي. كوستافو هنريكي بالدقيقة 41 يسجل أول أهداف المباراة، ويسجل هدف الشخص العاشر بعد أن سجل هدفين في شباك كربلاء والزوراء والشرطة والكرخ، وهدفين في شباك الكهرباء. يسجل في شباك نادي النجف. كوستافو برأسية مباغتة يسجل هدف الشخص العاشر، سجل هدفين في شباك نفط البصرة، وهدف الشخص العاشر يقترب من المتصدر مهند علي. رقصة برازيلية وهدف أول لزاخو بالدقيقة 41 من عمر المباراة. كرة رأسية جميلة تمكن من أن يخطفها أمام حصرة عبد الغني الشهد. كرة اللعب، تأكيد صحة الهدف. محمد جاسم من الجهة البعيدة رغم تحفظ النجف بدفاعه، لكن شوف يعني أتيحت كرة من منطقة الجزاء، سوء تقدير من المدافعين، عدم ارتقاء مع المهاجم، بشكل مستريح قدر أن يقتنص كرة في الشباك. عادت الكرة، محمد ماكنزي حاول، ضاغط عليه رمضان، محمد جاسم، مندي، مرتضى، رضا عبد العزيز. ثالث كرة في ثالث مباراة تدخل شباك رضا، مرت إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة زاخو. محمود أو محمد علي حسن أبو حشيش، محمد، كوستافو، بشير، محمد قاسم. صعب 3 لاعبين وارتكب خطأ ركلة حرة لمصلحة الفريق. صعبة، لاعب بين 3 لاعبين صعبة. مارسيلينو يتعرض إلى عرقلة وركلة حرة لمصلحة نادي زاخو. لحد الآن 43 دقيقة المباراة نظيفة تحكيميا، قليلة الأخطاء، مباراة حلوة سريعة. هذا هو الهدف، ورأسية من بين المدافعين. شوف يعني كان الأحرى بماغنيم فابريس أن يرتقي أكثر مع
اللاعب البرازيلي كوستافو. ركلة مرمى للنجف. رضا، مرتضى، رضا، محمد جاسم، سريع الكرة، رمضان صديق، رمية جانبية لمصلحة النجف. أغلى الصفقات في دورينا أمجد عطوة. آخر دقيقة من الوقت الرسمي لشوط المباراة الأول راح ندخلها. مندي، خطأ لمصلحة النجف من منتصف الملعب. ركلة حرة للنجف. أحمد مكنزي على التنفيذ. عالية الكرة ملعوبة، ترتد من الدفاع، تبعد من محمود الأسود، طالت على ناصر محمد أولى، رمية جانبية لمصلحة النجف. أكبوتشو، حاير أكبوتشو يبحث عن منفذ عن زميل علي فائز، صعبة لأكبوتشو، طالت الكرة لأمجد، أمجد شتتها طويلة، مرتضى يبعدها، ومكنزي تمر إلى ديبيوتي، ديبيوتي هجمة عكسية خطيرة لفريق زاخو، تمر إلى رمضان صديق، رمضان يلعب عرضية، ناصر مقصية ضعيفة باهتة لحارس المرمى. ركلة حرة غير مباشرة، خطأ ضد اللاعب كوستافو. أكبوتشو، محمد صالح، مندي، محمد صالح، محمود، تعود مرة أخرى الكرة بينية اللعب. أحمد نعيم، محمد قاسم، عادت مرة أخرى، محمد صالح، أكبوتشو، خطأ لمصلحة النجف. خطأ لمصلحة نادي النجف. ركلة حرة للنجف الآن. علي بالرأس مقطوعة، ترتد، ومحمد إلى خارج الملعب. إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي زاخو. 3 دقائق يضيف حكم المباراة، وقت محتسب بدل من ضايع. 3 دقائق بدل ضايع يحتسبها حكم المباراة. 45 دقيقة، والدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضايع. ركلة مرمى لمصلحة زاخو. علي كاظم على التنفيذ. طويلة الكرة وعالية. ماكنزي يستحوذ على الكرة الآن، يمر وعرقلة وبطاقة صفراء لرمضان صديق. واضحة البطاقة، واضحة بطاقة صفراء واضحة لرمضان صديق. رمضان صديق طبعا غاب من مباراة ديالى لنيله 5 بطاقات، وانذر امام نفط ميسان، واليوم امام النجف هذه البطاقة السابعة له. اصبح ثاني اكثر لاعب ينال بطاقات صفراء، 7 بعد شاب رزاق فرحان. هذه البطاقة السابعة له، 5 بطاقات، غاب امام ديالى، وانذر امام نفط ميسان، واليوم انذار امام نادي النجف. العشاق والانصار يؤازرون، يبتهجون، يحتفلون بالفوز والتقدم على نادي النجف. ماكنزي يشكو من إصابة، بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة لماكنزي. لعب مع النجف 1326 دقيقة، 15 مباراة، خرج في مباراة كربلاء وطرد أمام دهوك، وغاب عن مباراة نوروز، وأهدى ركلة جزاء
أمام الزوراء وسجل في شباك ديالة من ركلة جزاء ونفط ميسان والمينا. مرة أخرى لقطة جميلة لملعب زاخو اللي امتلأت به مدرجات بالعشاق والأنصار. انتهت الثلاث دقائق ونلعب الدقيقة الرابعة. طبعا كل توقف في الوقت المحتسب بدل ضايع يضاف. مرتضى ماكنزي ضاغط محمود محمد صالح علي والحكم يقول العب. رمية جانبية لمصلحة زاخو. علي يشكو من إصابة وقريب منه أمجد. أمجد يعتذر منه. ويبدو صافرة حكم اللقاء السيد زيد ثامر تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم زاخو على ضيف النجف بهدف وحيد سجله كوستافو هنريكي بالدقيقة 41 من عمر المباراة. شوط كان سريع مميز. نأمل ونتمنى أن يرتقي الأداء إلى مستوى أفضل وأحسن ونشاهد أهداف في شوط المباراة الثاني حتى يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني. نذهب لاستراحة قصيرة. قيثارة شرطة بسام بواس عالية ميمي أول للقيثارة. أول الأهداف. لاحظ الله. بواس بالمقاس. ميمي للشرطة. ميمي للقيثارة وفرصة القبض على الصدارة. ميمي برأسية وهدف أول للشرطة. الشرطة يتقدم بهدف عن طريق مهند علي. هكذا أماكن ويفتتح التسجيل. كرة بالراس. جول لنادي القاسم ومحمد خالد بالدقيقة الخامسة. هنا اسود بابل تزأر بملعب الشعب الدولي. كما قلتها هذا النادي دائما ما يكون منافس ويدخل المنافسة بقوة عندما يواجه نادي القوى الجوية. ويفتتحون التسجيل بالدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب محمد خالد. نعم، شاهد الكرة الثابتة وراسية وضعها في المرمى. محمد خالد يفتتح التسجيل لنادي القاسم. أول إهداف في المباراة براسية أسكنها شباك الحارس علي عبادي. والهدف الأول لسود بابل. يحاول زيارة الشباك للكرخ في هذه اللحظات. عملية تمرير خطيرة على المرمى وهدف أول. جول لأربيل. هدف لأربيل. سفين منصور يفتتح التسجيل في هذه اللحظات في مرمى الكرخ. إذا سفين منصور يسجل ثالث أهدافه مع أربيل خلال هذا الموسم بعدما سجل في مرمى الكهرباء ونفط البصرة. يزور الآن شباك الكرخ بهدف أول في هذه اللحظات. الدقيقة 13 سفين منصور يفتتح التسجيل لفريق أربيل في مرمى الكرخ في هذه اللحظات مع توجيهات المدرب أحمد عبد الجبار بالضغط من قبل مدافعي فريق نادي الكرخ على لاعبي أربيل. لاحظ التمريرة، لاحظ المرور، لا وجود للتسلل وبذلك سفين منصور يلعب كرة بالمباشر على يسار حارس المرمى حسين حسن. على يسار الحارس حسين حسن. إذن أربيل يعلن عن افتتاح التسجيل في مرمى الكرخ بهدف أول. أربيل يريد العودة من العاصمة بنقاط المباراة وبالتالي يتقدم إلى مركز جديد. وهنا سفين منصور الأربيل ويحاول أن يدافع في هذه اللحظات مدافعي فريق نادي الكرخ. ممكن ثاني وهدف ثاني. هدف ثاني. سفين منصور بنفس الطريقة يسجل هدف ثاني لأربيل في مرمى الكرخ. لاحظ ردة الفعل لسفين منصور يسجل هدف ثاني لأربيل في مرمى الكرخ. هناك ثغرة في دفاعات نادي الكرخ يستغلها اللاعب سفين منصور
ويسجل هدف ثاني ورابع أهدافه مع أربيل. إذا سنفين منصور يسجل هدفين لأربيل في مرمى الكرخ لتصبح النتيجة الآن 2 أربيل مقابل لا شيء لنادي الكرخ. لنادي الكرخ. لاحظ الإعادة من الجهة البعيدة، عدم وجود التغطية. جهة اليسار لفريق نادي الكرخ، جهة اليسار فيها مشاكل كثيرة بالنسبة لفريق نادي الكرخ، وبالتالي يستغلها أربيل ويستغلها سنفين منصور ليسجل مرة على يسار حارس المرمى ومرة على اليمين، لذلك يجعل أربيل ومتقدما على فريق الكرخ بهدفين مقابل لا شيء. لاعب منتخبنا الشبابي عمر نوري، جول للكرخ. عمر نوري يسجل لفريق الكرخ هدف في الثواني الأخيرة للشوط الأول. هذا الهدف هل سيعيد الروح للكرخ؟ هل سيعيد الروح للكرخ؟ لا زال لديهم شوط ثاني، لذلك عمر نوري يزور الشباك لمرمى أربيل من كرة ثابتة، وخطأ لحارس المرمى لمهدي هاشم اللي مرت من تحت الحارس مهدي هاشم، تمركزه كان خاطئ، لذلك الآن الكرخ يسجل عن طريق اللاعب عمر نوري، هي في زاوية الحارس، لذلك الآن الكرخ يدرك هدف أول في هذا اللقاء. أربيل داخل منطقة الجزاء، أربيل وهدف ثالث، هدف ثالث لأربيل، هدف ثالث لأربيل، هدف ثالث لأربيل، ثالث لأربيل، هدف ثالث لأربيل، يسجل أمام فرحة جماهير أربيل بهذا الهدف بعدما كانت هناك الأمور لفريق الكرخ اللي حقق الأفضلية في بداية الشوط الثاني، لكن أربيل من كرة مرتدة من محاولة داخل منطقة الجزاء يسجل من خلالها إيفان خالد الهدف الثالث لأربيل. دقيقة 67 يسجل إيفان خالد ثالث الأهداف لأربيل في مرمى الكرخ، بعد ما كنا نعتقد أن فريق نادي الكرخ سيعود بنتيجة المباراة، لكن أربيل بعد أكثر من تمريرة رائعة للاعبي أربيل استقرت الكرة في الشباك، والكرة من صنع اللاعب سنفين منصور اللي أعتقد راح يكون هو نجم المباراة وسيكون اللاعب الأفضل في هذا اللقاء. قريبة لمنطقة جزاء أربيل، داخل منطقة الجزاء لا وجود التسلل، مهند وإيزي يسجل، إيزي يسجل هدف ثاني، إيزي يسجل هدف ثاني لنادي الكرخ، هدف ثاني بتمريره عن طريق اللاعب مهند أبو طه، لعبها بالمقاس على قدم اللاعب إيفياني، وبالتالي تخلص بهذه الطريقة من الحارس ويسجل هدف ثاني لفريق الكرخ، هدف ثاني لفريق الكرخ. الآن يسجل الكرخ في مرمى أربيل وتصبح النتيجة الآن 3-2، 5 أهداف جميلة سجلت في هذا اللقاء، والآن إيزي يسجل لفريق الكرخ في مرمى أربيل. محاولة تستمر داخل منطقة الجزاء، خطيرة شيركو، لاعب خطير، لاعب مهاري داخل منطقة الجزاء، والرابع هدف رابع لأربيل، هدف رابع لأربيل في مرمى الكرخ، لأربيل يسجل هدف رابع في مرمى الكرخ. لاحظ الأخطاء الدفاعية الكثيرة للاعبي الكرخ، نتيجة كبيرة يحققها أربيل على الكرخ ب4 أهداف لهدفين. لاحظ هنا الإعادة، مر بهذه الطريقة شيركو وهيأها داخل منطقة الجزاء، ويوسف بن سودة يسجل هدف رابع لأربيل وهدف السادس الشخصي مع أربيل خلال هذا الموسم. التونسي بن سودة يضحى برأسية على يسار حارس المرمى حسين حسن. تبقى الخطورة، الله الله الله، الله 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 الله، سجل النجف وتقدم بأول أهداف المباراة، يا الله 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 الله. هذه كرة محمد قاسم أرسلها عالية، وبعد ذلك الكرة الرأسية من ماكنزي هدف الثالث هذا الموسم، سجل هدفين من خلال
هذا الموسم، وبالتالي ماكنزي اللي سجل على دياله واللي سجل على نفط ميسان. محمد قاسم بتمرير الكرة، إياي يحاول مر وتقدم ثاني. أوه جول ثاني، هدف ثاني لغزلان البادية، هدف ثاني لغزلان البادية في الدقيقة 38. شوف محمد قاسم مرر الكرة لإياي، وإياي اللي ما كذب خبر، ولكن الله 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 على هدوءك، الله على سكونك يا ولد يا محمد قاسم بهذه التمريرة الممتازة. وبالتالي بعد ذلك اللاعب اللي ما كذب خبر إياي اللي سجل الهدف الثاني كان. بينما هنا الكرة في إبعاد والمحاولة مستمرة، تسديدة، تبقى الكرة بشير ومحاولة جول الله. هذه المرة يظهر لنا التونسي بشير غورياني، والهدف الثالث لغزلان البادية، هدف ثالث مع بداية الشوط الثاني. شوف الكرة، شوف الإعادة، سدد الأولى ومن ثم الثانية يوه، هدف ثالث لمصلحة النجف. عباس على التنفيذ، تنفذ الكرة، لافة خطيرة، كورنادو الماتادور الإسباني للميناء، يقلل الفارق الآن في الدقيقة 53. مانويل لولو كورنادو بضربة رأسية يقلل الفارق من خلال هذه الكرة. شوف الإعادة، الضربة الرأسية، وبالتالي سجل وقلل الفارق. يبدو لي أن الميناء سيكون حاضرا من خلال الدقائق القادمة بقوة. هكذا عندما يحضر النجف والميناء تحضر الأهداف وتحضر المتعة. خطيرة، الله، جول ثاني، هدف ثاني للسفانة للذي قادما من البصرة الفيحاء، مهند بالراس. هذا الهدف يذكرنا في مرمى قطر، هذا الهدف يذكرنا في مرمى قطر، وبالتالي الهدف اللي أهلنا للأولمبياد، وبالتالي بهكذا طريقة سجل في يومها مهند، واليوم يعود وبنفس الطريقة. عزيز حسين فلاح، كرار نبيل، حسن، عالية من حسن، علي، جول، الله، جول. كرار نبيل يسجل أول الأهداف وثاني أهدافه هذا الموسم بالدقيقة 39 من عمر المباراة. كرار نبيل يسجل أول الأهداف بالدقيقة 39 من عمر المباراة. كرة لعبها علي، ترتد من الحارس ويكملها كرار نبيل إلى داخل الشباك بكرة جميلة قوية تعانق الشباك، ويسجل ثاني أهدافه الشخصية بعد هدفه في شباك كربلاء. يسجل اليوم في شباك الحدود ويعلن تقدم النوارس بأول الأهداف. شوفه بالإعادة، حسن عبد الكريم لعب الكرة، علي من بين المدافعين، ارتدت، وكرار المتمركز تمركز سليم وخالي من الرقابة، يلعب الكرة بيساره إلى سقف المرمى ويسجل أول الأهداف ويعلن تقدم النوارس بأول الأهداف. ورابع كرة يلعبها علي يوسف
يرثها الحارس ويكملها كرار نبيل إلى داخل الشباك ويسجل أول الأهداف. 1 الزوراء لا شيء الحدود، 1 الزوراء لا شيء الحدود. زين أنور قصيرة، خطرة هذه، خطرة 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 خطرة، جول 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 جول. داكوستا 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 بخطأ دفاعي قاتل من الزوراء، وهدف التعادل يسجل داكوستا بالدقيقة 51 من عمر اللقاء. خرج جلال لكن قدر أن يجتاز جلال ويسجل هدف التعادل داكوستا بالدقيقة 51. شوف الكرة، داكوستا بمجهود فردي ولعب الكرة بيمينه إلى داخل الشباك وأحرز التعادل لفريق الزوراء. موه لعب وخطأ قاتل من دفاعات الزوراء ويستغل داكوستا. شوف هذا التمركز السليم للاعب، هذا التمركز السليم للاعب، استغل خطأ دفاعي قاتل. من جديد نعاود أحبائي مشاهدي متتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي وأحداث شوط المباراة الثاني من لقاء نادي زاخو والنجف، ثالث مباريات اليوم الثالث لدوري نجوم العراق بنسخته الثانية وبجولته 17 ولقاء صاحب المركز الخامس ب29 نقطة زاخو بضيفه النجف صاحب المركز التاسع ب24 نقطة. في مباراة ضيفه ملعب زاخو يقود طاقم تحكيم بقيادة الدولي زيد ثامر، يساعد الدولي واثق مدلل ثم أحمد نعيم، فيد كريم وسالم عامر وكرار عبد الكريم في غرفة الفار. شوط المباراة الأول انتهى بتقدم فريق زاخو بهدف وحيد سجله كوستافو هنريكي بالدقيقة 41 من عمر المباراة. نأمل وإياكم أن يكون شوط المباراة الثاني أفضل بكثير مما كان عليه شوط المباراة الأول. ننتظر صافرة شوط المباراة الثاني. ويبدو الآن إياي بليفي إيتيموين يدخل، إياي بليفي إيتيموين يدخل، هدف في شباك الميناء اللاعب النيجيري. أول تغيير بين الشوطين لفريق نادي النجف. إيتيمويني أو إيتيموين هذا هو ماندي، ناصر محمدو، زيد ثامر في مباراة رقم 13 هذا الموسم. ننتظر صافرته. فريق النجف على يمين الشاشة بالزي الأزرق، زاخو بالزي الأبيض والأحمر على يسار الشاشة. تنطلق أحداث شوط المباراة الثاني. كرة اللعب محمد جاسم. لمن فات معنا متابعة أحداث شوط المباراة الأول بتشكيلة الفريقين، محمد صالح إلى أحمد مكنزي. أحمد مكنزي يلعب كرة طويلة طالت إلى محمد قاسم. محمد أبو حشيش. تشكيلة زاخو، علي كاظم بحراسة المرمى برقم 12. على اليمين رمضان صديق، يخرج ماغنيم فابريس أكبوتشو ويودع ماغنيز ويدخل إياي إيتيموين. كرة إلى الخارج، محمد أبو حشيش على اليسار 2، باتريك مارسيلينو 3، أحمد إبراهيمي 30، موسيس بالارتكاز 23، أمجد عطوان 14، ناصر محمدو 7، محمود الأسود 10 وكوستافو هنريكي بالرقم 29. إلى جانب ديبيوتي بالرقم 35. أما تشكيلة غزلان البادية، كرة اللعب سريعة، محاولة خطرة، ناصر ولكن لم يتمكن من
بسلام وامان على مرمى نادي النجف. بحراسه المرمى رضا عبد العزيز برقم 1، احمد نعيم على اليسار على اليمين 15، على اليسار ماكنزي 3، محمد جاسم 14، علي فائز 5، دومينيك مندي 8، مرتضى علي مرس 55، محمد صالح 7، محمد قاسم 10، بشير قوراني 80، واياي ايتيموين بالرقم 88. كرة ديبيوتي محمد صالح، خطأ لمصلحة النجف، خطأ لمصلحة نادي النجف. كرة تلعب مرتضى علي، طويلة الكرة، عرقلة واضحة، ركلة حرة لمصلحة نادي زاخو. لم تتبقى من الجولة إلا مباراة واحدة، دربي العاصمة بين القوة الجوية والشرطة، والشرطة يبدأ الجولة القادمة لكن في مباراة مؤجلة أمام نفط البصرة يوم الاثنين القادم. تنطلق أحداث الجولة 18 بلقاء ديالى مع نفط ميسان عند الثانية، ومباراة الشرطة نفط البصرة مؤجلة لمشاركة الشرطة في دوري أبطال آسيا. النفط سيواجه عند الثانية والنصف كربلاء، والقرمة عند الخامسة يواجه الكهرباء. كرة خطيرة، محاولة الآن، محاولة وتسديدة عالية برا الملعب، لا ركلة. والقاسم سيضيف على ملعب كربلاء نادي الزورق. يوم الثلاثاء ستكون هناك 4 مواجهات، ومباراة واحدة مؤجلة بين الطلبة ودهوك عند الساعة 2:30. الحدود يواجه زاخو، النجف يواجه الكرخ في الساعة 5، الميناء في نفس التوقيت يواجه نوروز، وأربيل يختتم الجولة بمواجهة القوة الجوية. هذه مباراة الجولة 18 القادمة. كرة تلعب وسط الملعب، ترتد مرة أخرى، محاولة بالمنتصف، محمود الأسود، مرتضى يشتت كرة، أقرب إلى محمد أبو حشيش، مارسيلينو، ديبيوتي، ترتد الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة نادي النجف. أحمد نعيم، مندي، أحمد نعيم، سريع الكرة ملعوبة، شتتها أحمد إبراهيم، كوستافو، ناصر محمدو، عادت الكرة، أحمد إبراهيم، ناصر يحاول يمر، ضاغط عليه علي فائز، كرة أبعدت، ماكنزي، وإياي إلى خارج الملعب مقطوعة، وهناك بطاقة صفراء. أمجد يشكو من إصابة، بالسلامة إن شاء الله، وبطاقة صفراء لإيتيموين، بطاقة صفراء للاعب إياي بليفي إيتيموين. بليفي غاب عن مباراة الجوية نتيجة 5 بطاقات صفراء، وهذه البطاقة الصفراء السادسة له. فريق النجف هذا الموسم 42 بطاقة صفراء، 1 حمراء لماكنزي أمام دهوك. 24821 متفرج، نسبة كبيرة وعالية في هذا الملعب. ثالث بطاقة صفراء في ملعب المباراة. جمهور كبير يؤازر، يبحث عن الفوز. فريق الموسم الماضي كان بالمركز الخامس، بالمرحلة الأولى كان بالمركز الثالث، بالمرحلة الثانية كان بالمركز الخامس. فريق النجف اللي تغير في المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى بعد أن كان في المرحلة الأولى بالمركز 12
أصبح بالمرحلة الثانية بالمركز الثالث وحظي بالمركز الرابع. الفريقان التقيا في مباراة بالبلاي أوف من أجل المشاركات الخارجية، انتهت بالتعادل وفاز النجف 4-3. هذه المواجهة رقم 23 اللي تجمع الفريقين. التقي الفريقان في 22 مواجهة، 4 لزاخو 8، 9 للنجف و9 بالتعادل. سجل زاخو 21 هدف وسجل النجف 16 هدف. التقوا في الكأس عام 2002 فتعادلوا بهدف واحد بالذهاب وفاز النجف بالإياب بهدف. الموسم الماضي تعادلوا ذهابا وكرة سهلة إلى علي كاظم وفاز النجف بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الإياب. أمجد عطوان سجل من ركلة جزاء، طرد أحمد إبراهيم وطرد المدرب طلال البلوشي، ورودريك كابوي سجل خطأ في مرمى لمصلحة النجف، بينما سجل المدافع محمد جاسم الهدف الأول للنجف. كرة مرت إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة نادي النجف. أحمد نعيم على التنفيذ. 7 دقائق والدقيقة 8 من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 53. أحمد نعيم، كرة بالرأس ملعوبة، أحمد إبراهيم، وأحمد صعبة عليه محمد صالح، وبالتالي إلى ركنية لمصلحة النجف. صعبة كانت على أحمد إبراهيم، ضغط من محمد صالح، ترتطم بأحمد وتمر إلى خارج الملعب لا ركنية. محمد قاسم على التنفيذ، محمد قاسم على التنفيذ. يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي، ما زال زاخو يتقدم على ضيف النجف بهدف وحيد. كرة ملعوبة خطيرة لأحمد مكنزي، أحمد صعبة صارت ورمضان صديق الأروي تأخر. صعبة أصبحت ركنية لمصلحة نادي النجف. مكنزي طالب المرة الثانية اللي يتعرض للتزلج، أرضية مبتلة نوعا ما. مرة أخرى عادة مندي، طويلة الكرة من جديد. إياي يلعبها خطيرة، الله، أبعدها مارسيلينو إلى ركنية، ثالث ركنية على التوالي. النجف ضاغط في محاولة لإدراك التعادل. إياي بليفي إيتيموين، وكرة أبعدها مارسيلينو إلى ركنية ثالثة على التوالي لفريق النجف. شوف الكرة إلى بليفي، اجتاز اللاعب، لعبها على طبق من ذهب، لكن براعة مارسيلينو أنقذت المرمى من كرة أمام بشير غوراني. ومثل مذكرة الفريق عز الصفوف بتونسي وبمغربي سفيان على دكة الاحتياط، ونسيم بن خالد مصاب ربما يبتعد فترة قليلة، وبالسلامة لرمضان صديق. حكم قريب من الخط الجانبي يقول له كمل علاجك برا. ركنية الآن، ركنية أخرى لفريق النادي النجف الثالثة على التوالي. 1 زاخو لا شيء النجف. ماكنزي مرة أخرى قصيرة تبعد إلى رمية جانبية أو ركنية رابعة على التوالي. وستافو العائد إلى الخلف أبعد الكرة. رابع ركنية على التوالي، 11 دقيقة 11 دقيقة في شوط المباراة الثاني، الدقيقة 56. ماكنزي وخطرة هذه، ويبدو الحكم أشار إلى إعادة تنفيذ. إذن يوسف يدخل الآلوسي يجدد مع الفريق والقادم من الأمانة بدلاً من رمضان صديق.
خامس ركنيه تلعب او عاده الرابعه الى الخارج. اول تغيير اضطراري في تشكيله نادي زاخو. رمضان صديق يترك الملعب ويدخل يوسف الآلوسي. من سيلعب ظهير ايمن؟ عدي عمران، والتوجيهات والاحتجاج في نفس الوقت. علي فائز يشكو من إصابة. ركنية أخرى للنجف، خامسة أو رمية جانبية. رمية جانبية الآن. لحد الآن الحكم قاد المباراة، يقود المباراة بنجاح. ماكنزي على التنفيذ، رمية جانبية بالرأس ملعوبة. تبعد الكرة من موسيس. علي، محمد جاسم، علي و يتم وين، ولكن مقطوع الكرة. تشتت الكرة. بشير، خطأ ضد بشير، ركلة حرة لمصلحة الزاخو. هذا هو بشير. وهذه الحالة والخطأ اللي حدث قبل قليل. ومثل ما ذكرت 22 مواجهة، 4 لزاخو، 9 للنجف، 9 بالتعادل. 21 هدف سجل لفريق زاخو مقابل 16 هدفا للنجف. وهذه النتيجة حدثت ما بين الفريقين 6 مرات. 1-0. تحدث مع مشرف المباراة السيد جواد نجم. يبدو هناك شيء معين في ملعب المباراة يخشاه حكم اللقاء، يتحدث من خلاله مع مشرف المباراة السيد جواد نجم. ركلة حرة لمصلحة زاخو. علي كاظم بالراس مقطوعة من مرتضى علي. ديبيوتي بينه وبين أحمد نعيم. ديبيوتي كرة إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة النجف. يبدو فاول. ركلة حرة لمصلحة نادي النجف. خطأ ضد بيوتي، واضح باليد، دفع. أحمد نعيم نهض. ركلة حرة لمصلحة نادي النجف. حكم يتحدث مع ديبيوتي. ركلة حرة لمصلحة نادي النجف. مرتضى علي على التنفيذ. رضا عبد العزيز، محمد جاسم، مرتضى، رضا عبد العزيز يلعب كرة طويلة. محمد مسيطر عليها، مقطوعة من الدفاع. محمد أبو حشيش، مندي، محمد قاسم، محمد أبو حشيش، وكرة أبعدها المدافع يوسف. أمجد عطوان يلعبها كرة طويلة، أقرب إلى رضا عبد العزيز، يتمكن بيد إلى مرتضى علي. علي فائز سريع على أحمد نعيم، تشتت من مارسيلينو. علي كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة نادي النجف. شوط ثاني بداية، رغم أن النجف بدأ ضاغط وحصل على 4 ركنيات، لكن لحد الآن قياسا لما كان عليه شوط المباراة الأول أفضل. بشير، مندي، ناصر محمدو، أحمد نعيم، موسيس أقرب للكرة يخطفها ماكنزي، تعود الكرة من جديد ويوسف الآلوسي إلى خارج الملعب. يوسف اللي اعتد من
نشوف قلب دفاع يلعب كظهير، وراح يدخل اللاعب المغربي سفيان يانس المودن بدلا من بشير. أول مباراة لهذا اللاعب سفيان يانس المودن، لاعب قادم من حسنية أغادير، لاعب مغربي، لعب للجندل السعودي، اتحاد طنجة، بركان والوداد الرياضي. أول مشاركة له. وهناك تونسي آخر نسيم سيود بن خالد غائب بسبب الإصابة. كرة ترتد، محاولة من جديد لكوستافو، تنقطع. مندي، محمد قاسم، محمد يا سلام، حركة لعب جميلة ولكن تسديدة طايشة برا الملعب. كان بالإمكان أفضل مما كان ممكن أن يهيئ كرة إلى اللاعب إتيموي. ركلة مرمى لزاخو. فريق نادي زاخو سجل في 11 مباراة، تعذر عليه التسجيل في 5 أمام الطلبة والجوية والميناء والنفط والكهرباء، والشباكة بقيت نظيفة في 6 مباريات. سيواجه الحدود، ثم القاسم في ختام المرحلة الأولى. بينما النجف سجل في 11 مباراة وتعذر عليه التسجيل في 5، شباكة نظيفة بقيت في 7 مباريات. سيواجه الكرخ ثم الكهرباء. ركلة حرة لمصلحة نادي النجف. علي، مندي، أحمد نعيم، أحمد، محمد صالح، مرتضى علي، محمد قاسم، محمد صالح، أحمد، محمد قاسم، خط لاعب، لف ودور، يا سلام، يتعدى إلى نسيم، تنقطع من أمام نسيم، ترتد الكرة من أمام سفيان، ومرة أخرى الكرة علي فائز، يوسف الآلوسي شتتها، ناصر محمدو، ناصر يلعب كرة سريعة، مرتضى علي، ضاغط عليه محمود الأسود، يتخلص من محمود، مندي بالمنتصف، علي فائز، ماكنزي يستقبل الكرة، بينية إلى إياي إتيموين. تغيير الآن، تغيير، خلينا ويا التغيير يا المخرج. حميد حاجي راح يدخل، حميد حاجي راح يدخل، وديبيوتي يترك الملعب، ديبيوتي يترك الملعب. دفع بلاعب وسط، حميد حاجي جد مع هذا الفريق من الشباب، وجدد مع الفريق، وديبيوتي خرج. مندي يترك الملعب، يونس حمود سيكون القادم. مندي متواجد، مندي فقط تغيير في تشكيلة زاخو. حميد حاجي دخل وخرج ديبيوتي. عندنا تغييرين للنجف وتغييرين لزاخو. كرة طالت إلى ناصر محمدو، محمود الأسود، محمود، وكرة خرجت إلى الخارج إلى ركن. لا، اللي كان ناصر محمدو، والكرة مقطوعة على ركني. مرتضى يطالب بخطأ، كوستافو يبحث عن هدف 11، والبلوشي والاحتفالات على مدرجات الملعب، المشاعل النارية
والكل يرتقي للاحتفال بطريقته الخاصة بهذا التقدم، لكن المباراة بعد 24 دقيقة. أمجد عالية الكرة بالرأس تبعد، تعود مرة أخرى الكرة إلى ناصر محمدو، عالية سهلة إلى المدافع أحمد نعيم يشتتها، رأسية من مارسيلينو، محمد جاسم يشتتها، كرات غير مستقرة وخطأ لمصلحة نادي النجف، خطأ لمصلحة نادي النجف. علي فائز ماكنزي يلعب كرة طويلة، أحمد إبراهيم يقطعها، عادت الكرة مارسيلينو مرة أخرى ليوسف الآلوسي، تشتت عالية، حميد حاجي، محمد أبو حشيش، أحمد إبراهيم أبعدها، أمجد عطوان يستقبلها يلعبها إلى الجانب، ترتد الكرة إلى علي فائز، علي يعيد الكرة مرة أخرى لمرتضى، مرتضى إلى محمد صالح، محمد صالح إلى مندي يتخلص من لاعب، يمر ممكن يهيئ لماكنزي، غير، عادت انقطعت إلى أمجد عطوان، أمجد وسط الملعب، محمد أبو حشيش، أمجد عطوان، أمجد، والحكم يشير إلى وجود خطأ لمصلحة نادي زاخو، عرقلة لأمجد وخطأ وركلة حرة لمصلحة نادي زاخو، خطأ ضد محمد صالح. أحمد إبراهيم على التنفيذ، رأسية مقطوعة من مرتضى، محمد قاسم إلى علي فائز، مرتضى علي، أحمد ماكنزي، أحمد، مندي، ماكنزي، مرة أخرى سفيان المودن، بينية ترتد الكرة، عادت من جديد، محاولة مقطوعة الكرة، محمد قاسم، مندي، إياي، مندي، أحمد، مندي، إياي إتموين، سفيان وكرة مقطوعة من أمام سفيان، تلعب الكرة ناصر إلى كوستافو إلى خارج الملعب رمية جانبية، محمد جاسم، عادت الكرة، مندي، محمد صالح، مرت الكرة إلى الجانب، محاولة، أحمد نعيم، محمد صالح، علي إتموين، علي، محمد جاسم، نقل كرات بأقدام لاعبين نجف، محاولة، بيليفي، إتموين يلعب كرة عرضية ومحمد قاسم ما سيطر عليها، تعود الكرة إلى محمود الأسود، محمود ضاغط عليه محمد قاسم، مرت إلى رمية جانبية لمصلحة زاخو، رمية جانبية لمصلحة زاخو، 70 دقيقة بالتمام، 20 دقيقة تفصلنا على النهاية، ما زال زاخو يحافظ على تقدمه بهدف وحيد سجله كوستافو هنريكي بالدقيقة 41 من عمر المباراة. محمد أبو حشيش، تنقطع الكرة، أحمد نعيم، طالت إلى أمجد، تعود مرة أخرى وسط الملعب، محاولة من حميد حاجي، تذهب الكرة إلى يوسف الآلوسي يسيطر على الكرة، شتت كرة طويلة ملعوبة الكرة، محاولة ناصر محمدو، طالت هربت برا الملعب إلى رمية جانبية لصالح نادي النجف، رمية جانبية للنجف. محمد جاسم يتركها لأحمد ماكنزي، كرة من مكان خروجها، أحمد ماكنزي، قدم النجف واحدة من أجمل مبارياته أمام القوة الجوية، واستطاع في شوط المباراة الأول أن يتقدم ب3 أهداف، كانت واحدة من المباريات المميزة والمهمة لفريق النجف. اليوم يتأخر بهدف
كرة عادت إلى أحمد نعيم. محمد صالح. سفيان واستعجل الكرة إلى خارج الملعب لرمية جانبية. أول مباراة لهذا اللاعب، هذا اللي أمامنا بالصورة اللاعب المغربي سفيان يانس المودن. رمية جانبية محمد أبو حشيش. أمجد عالية الكرة برا الملعب لرمية جانبية لمصلحة نادي النجف. مرتضى محمد جاسم أو محمد جاسم إلى أحمد مكنزي. محمد جاسم مرتضى علي بانراس. مرتضى أحمد نعيم. محمد قاسم ضاغط عليه مارسيلينو. محمد قاسم. رمية جانبية لمصلحة النجف. أحمد نعيم. علي فائز. مرتضى. مندي. متراجع فريق زاخو، ضاغط فريق النجف، لكن سعي للمحاولات لاختراقات وإيجاد خلل في دفاعات نادي زاخو، لكن لحد الآن هذا لم يحصل من لاعبي النجف. لم يخطر النجف فريق زاخو في الدقائق الماضية. أكثر استحواذ، أكثر انتشار، أكثر نقل للكرة في شوط المباراة الثاني. علي أحمد، علي فائز، محمد قاسم، علي فائز، علي مرة أخرى هات خذ مندي بينية تنقطع. لاعب ما يكون وراء المدافع، يكون قبل المدافع حتى يستلم كرة. عادل مقطوعة الكرة من جديد. راقبة لسيقة فردية رائعة من دفاعات زاخو، غالقين المنطقة بالتمام على لاعبي نادي النجف. أحمد، علي فايز، مرتضى علي، ضغط عالي واضح من منتصف الملعب لفريق النجف. أنت لما تضغط ضغط عالي حاول أن تسحب الفريق المقابل خارج منطقة جزاء حتى تلقى ثغرة تخترق دفاعاته. إذا تراجع الفريق غلق عليك المنطقة لازم تحاول تسحب الفريق للأمام. بالمقابل أيضا تراجع نادي زاخو ما له مبرر، دائما التراجع يولد الضغط يولد أخطاء. أفضل طريقة أن تلعب على الأطراف حتى تفكك دفاعات. رمية جانبية يوسف الأمين. تلعب الكرة مكنزي، محمد جاسم، مكنزي إلى خارج الملعب لا رمية جانبية. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله. موسيس ترتطم به الكرة، موسيس هدف في شباك القرمة. 15 مباراة أساسي ومباراة واحدة بديل، وغاب عن نفط ميسان. على كل حال ربع ساعة بالتمام تفصلنا على النهاية. 1 زاخو لا شيء النجف، واحدة من أهم مباريات الجولة 17 ستعقبها قمة ما بين الجوية والشرطة، درب العاصمة عند 7:30. خطأ الآن مقطوعة من علي لأحمد مكنزي، طالت تنقطع من مارسيلينو، تطمت بالحكم ويجب إسقاط كرة، يجب إسقاط الكرة.
أحمد إبراهيم، مارسيلينو، طويلة الكرة، ناصر موسيس، يونس حمود في طريقة للدخول، عادت أحمد نعيم، أتوقع راح يبعد أحمد نعيم ويدخل يونس حمود. كرة عادت، ماكنزي، مرت علي، محمد جاسم، مرتضى، طويلة الكرة، ماكنزي الخالي من الرقابة، حاول يمر، عالية الكرة، تنقطع، ناصر محمد خلفية إلى خارج، يلعب لرمية جانبية لمصلحة نادي النجف. ناصر قدم مباراة جيدة، يخرج محمد قاسم ويزيج بيونس حمود. أول مرة يغيب عن تغيير ظهير أيمن. أبعد محمد قاسم وزج بيونس حمود. التغيير الثالث للنجف، تغيير هجومي. ماكنزي، عادل، إياي بليفي، إتموين، وركلة حرة من مكان خطير للنجف. ركلة حرة من مكان خطير للنجف. إياي بليفي، إتموين، يتعرض إلى إعثار وركلة حرة لمصلحة نادي النجف. علي فائز، سفيان قريبين من الكرة. 14 مقابل 8 الأخطاء. علي من النفس برأسية في شباك زاخو. سفيان المودن، سفيان يانس المودن، يلعب الكرة عيبة وتسديدة برا الملعب. الكرات الثابتة يعني بنسبة كبيرة تستفاد منها الأندية، يجب أن تلعب يعني حتى في التمرين يجب أن تطبق أكثر من مرة. هذه كرة أخطر من الزاوية من مكان خطير، مفروض تستغل بشكل أفضل. 80 دقيقة من عمر المباراة، زاخو صامد ومحافظ على تقدمه، والنجف يسعى لإدراك التعادل. كرة من مندي إلى خارج الملعب، ركلة مرمى تلعب من علي كاظم. طالت الكرة، كوستافو، محمود الأسود، ناصر محمدو، محمود مرة أخرى، محمود الأسود، وخطأ لمصلحة نادي زاخو. ويبدو حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة للنجف. حالة تسلل، 10 دقائق تفصلنا ما بين التعادل أو فوز زاخو أو فوز النجف. أحمد ياسين وبيار زكي راح يدخلان بدلا من محمود الأسود. يخرج محمود الأسود ويدخل أحمد ياسين، وبيار زكي أيضا راح يدخل ويخرج ناصر محمدو. غير أطراف، زج بلاعبي وسط. تغييرين، انتهت تغييرات زاخو، 4 لاعبين خلال 3 فترات. كرة طويلة وسريعة، طالت بليفي، يحاول إتموين بليفي يتخلص. يوسف يمر، يا سلام، وكرة بينية ملعوبة. أحمد إبراهيم، أحمد بينه وبين علي فائز، يشتت أحمد إبراهيم، تعود إلى ماكنزي يحاول يمر، يتخلص من لاعب، ممكن يحول، مقطوعة من أمجد إلى ركلة مرمى. تطمت بماكنزي، مرت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى لمصلحة زاخو.
9 دقائق على الوقت الرسمي للمباراة باستثناء الوقت المحتسب بدل ضائع. لوسي يبحث عن نقاط هذه المباراة للارتقاء إلى المركز الثالث. كرة بالرأس مقطوعة، يتم وين؟ يتعدى لاعب، يمر سريع وخطأ وبطاقة خطأ وركلة حرة. خطأ وركلة حرة لمصلحة نادي النجف. عرقلة من أمجد لإياي، يتم وين؟ وبطاقة صفراء للبلوش. بطاقة صفراء للبلوش. عالية الكرة، طالب سفيان، ترتد الكرة، تشتت، عادل أحمد نعيم، أحمد محمد صالح، طويلة الكرة بالرأس مقطوعة من يوسف، رمية جانبية لمصلحة نادي النجف. كل ثقله مدفوع لاعبي النجف، بكل ثقلهم مدفوعين. محمد صالح، مندي معذرة لهذا الانقطاع من المصدر. أحمد نعيم على التنفيذ. 6 دقائق تفصلنا على النهاية. 9